تخيل إن يبقى فيه اسم واحد بس الاسم ده كافي إن هو يرعبك، ومش أنت لوحدك، لأ، ده أنت وجيشك بحاله. ويمكن تقول عنه إن هو شبح عشان مستحيل هتعرف تمسكه. أهو الشبح ده بقى يبقى البطل إبراهيم الرفاعي. أنا مريم وده أوفرندا. بعد عملية عميقة جدا في البحث والتنقيب في التاريخ الحديث، اكتشفت حاجة مهمة قوي. اكتشفت إن عيب إن يبقى عندنا كل ده ونقعد نحتفل طول شهر أكتوبر بس. يعني مصر عظيمة طول السنة يا شباب. المهم نرجع لموضوعنا. إبراهيم السيد محمد إبراهيم الرفاعي. إبراهيم اتولد يوم 27 يونيو سنة 1931، وهو من مواليد قرية الخلالة في مركز بلقاس محافظة الدقهلية. إبراهيم اتربى تربية عسكرية جداً ووسط أسرة متدينة، وده اللي هيبان تأثيره عليه بعد كده. سنة 51 إبراهيم بيدخل الكلية الحربية، وبعد التخرج فوراً سنة 54 بينضم لسلاح المشاة. بس السلاح ده ما قدرش أبداً إن هو يكفي طموحاته ولا قدراته وإمكانياته، فبينضم لسلاح الصاعقة، وقدر بكل سهولة بسبب جرأته وشجاعته إن هو يلفت الأنظار إليه. وبالتالي كانت الخطوة اللي بعديها إن هو يكون مدرس في مدرسة الصاعقة. ومش بس كده، لا، ده كمان هيشارك في إعداد وتكوين أول مجموعة من الصاعقة المصرية. سنة 56 بيجي العدوان الثلاثي على مصر، واختصاراً يعني لو أنت مش عارف إيه هو العدوان الثلاثي، فهو اتحاد 3 دول مع بعض وبيهجموا على مصر. المهم إن في وسط الأجواء دي وبالتحديد في بورسعيد، مجموعة المقاومة الشعبية هي اللي كانت واقفة في وش القوات الإنجليزية والفرنسية، وكان لازم يكون في ظهر يحمي مجموعة المقاومة دي، وده كان دور مجموعة الصاعقة المصرية اللي بيدخلوا بورسعيد وبيهاجموا معسكرات العدو، ومش بيدمروا دبابة واحدة ولا 2 ولا حتى 5، لا، دول بيدمروا 6 دبابات بحالهم. وبعدها بكام سنة بندخل لفصل جديد في حياة إبراهيم الرفاعي، بتشتعل حرب اليمن. وبما إن مصر ما بتسيبش حد في دقيقة أبداً، كان لازم تتدخل، والجيش المصري بيدخل في الحرب دي. وإبراهيم الرفاعي بيكون على رأس الكتيبة اللي بتشارك في حرب اليمن، وعن طريق قدراته ومواهبه بينفذ مجموعة عمليات خطيرة جدا، زي عملية الجبل الأحمر اللي قدر يدخل فيها ويدمر كل مخازن الذخيرة اللي في المنطقة، وكمان بيفتح الطريق للقوات المصرية عشان تقدر تدخل وتحتل الموقع ده. وبينفذ عملية تانية في منطقة اسمها سراوح، بينقذ فيها كتيبة مصرية بعد ما خلصت الذخيرة منها تم حصارها عن طريق العدو. وفي الحرب دي إبراهيم الرفاعي اتصاب أول إصابة في حياته، بس بالرغم من إنه كان مصاب إلا إنه كان دايماً بيساعد الجنود اللي حواليه المصابين. يعني بعد كل العمليات دي كان طبيعي إن الرفاعي يترقى، وترقية استثنائية كمان. وبيتكتب عنه تقرير بعد حرب اليمن. التقرير ده بيقول إنه ضابط من الطراز الأول، شجاع وجريء، يعتمد عليه، متمسك برأيه، ومحارب ينتظره مستقبل ممتاز. كل اللي بيحصل ده بيخلي مهارات إبراهيم تزيد وتتطور أكتر، وده هيأثر بشكل كبير على أدائه وثقته بنفسه في الحاجات اللي هتحصل بعد كده. يونيو سنة 67 ده تاريخ النكسة، الحدث اللي ساب أثر عميق جدا في المصريين كلهم، وكانوا حاسين إنه خلاص كده قصة خلصت. لكن على عكس كل ده، إبراهيم الرفاعي كان عنده ثقة كبيرة جدا إن ده أكيد مش هيطول. 7 يونيو سنة 67 إبراهيم الرفاعي ورجالته بيطلعوا ينفذوا مهمة استطلاع على المحور الشمالي، وفعلا المهمة دي بتنجح، وبيعطلوا أي قوة للعدو عن التقدم. والمعركة دي اسمها معركة جلبانة، واللي بيخسر فيها العدو خسائر ضخمة جدا. بس أثناء انسحاب الجنود المصريين من سيناء سابوا وراهم شوية أسلحة كده، والعدو بقى عشان أصفر وما بيصدق حب يزيد بقى ويعمل شو ويشوف المصريين عملوا إيه والكلام ده، وجمعوا الأسلحة دي في قطر علشان يبعتوها تل أبيب. بس حاجة زي كده ما ينفعش يتسكت عليها، بيتم تكليف إبراهيم الرفاعي إنه لازم فوراً يتخلص من القطر ده. وفعلاً بياخد رجالته وبيروحوا على سينا وبيفجروا القطر ده بالكامل بكل اللي فيه. بعد العملية دي وعملية رأس العش اللي كان هدفها منع أي قوة إسرائيلية من السيطرة على بور فؤاد، مجموعة الصاعقة المصرية قدرت إن هي تدمر عدد من الدبابات والمدرعات الإسرائيلية، وصدوا أي تقدم للعدو على المنطقة دي بشكل كامل. وبالتالي مجموعة النجاحات دي قدرت إن هي تخلي أمل المصريين يرجع لهم من تاني. القيادة العامة للقوات المسلحة كانوا عايزين إن هم يكونوا مجموعة تقدر تنفذ عمليات خلف خطوط العدو، وفي ظل الظروف اللي بتحصل دي ده كان يعتبر انتحار. بس اللي كان من البديهي جدا إن هم يختاروا إبراهيم الرفاعي يكون قائد للمجموعة دي. وبالفعل بدأ الرفاعي في اختيار عناصر المجموعة، وأطلق عليها اسم المجموعة 39 قتال، وكان ليهم شعار، والشعار ده هو رأس النمر. وده بالمناسبة كان نفس الشعار اللي خده الشهيد أحمد عبد العزيز في فترة معارك 1948. دلوقتي المجموعة اتكونت وبقوا جاهزين لتنفيذ أي عملية مهما كانت صعبة أو خطيرة.
إبراهيم الرفاعي مع مجموعته قدروا ينفذوا 55 عملية قتالية، كل عملية كانت أصعب من التانية، والراجل ده ما كانش في حاجة بيقول أنا ما بعرفش أعملها. واحدة مثلا من العمليات دي كانت في بداية سنة 1968 وقت ما نشرت إسرائيل مجموعة صواريخ أرض علشان تبطل أي عملية بناء للقوات المصرية. الفريق عبد المنعم رياض بيطلب من الرفاعي إنه لازم يتصرف بأي شكل وبأي ثمن ويجيب له واحد من الصواريخ دي، يعني علشان يعرف مدى تأثيرها على المعدات أو الجنود في حالة إنه إذا تم استخدامهم على الجنود المصريين. طيب يعني هل دي حاجة سهلة؟ لا. طب هل الرفاعي عمل كده؟ بالظبط، خد شوية من رجالته وراح على هناك. والمدهش في الموضوع مش إنه راح ورجع، لا، يعني هو راح وبدل ما يجيب صاروخ واحد جاب 3. أهو ده اللي عمل اللي عليه وزيادة فعلا. المهم إنه عملية ورا عملية، والمجموعة بتسمع عند الجماعة إياهم، لدرجة إن هم بيسموهم الأشباح، لأن هم فعلا كانوا بينفذوا كل عملية ويختفوا، مفيش أثر، مفيش خسائر، مفيش أي حاجة. الفريق عبد المنعم رياض كان بمثابة أب وقائد عظيم لإبراهيم الرفاعي، فطبيعي يكون خبر استشهاده خبر صادم ليه وللكل، وكان لازم يكون فيه رد فعل. وده اللي قاله الرئيس جمال عبد الناصر لما طلب من إبراهيم الرفاعي برد فعل قوي وسريع علشان يجيب حقه، وكمان عشان معنويات الجيش ما تتأثرش. إبراهيم الرفاعي عبر القناة واحتل موقع المعدية 6، وده الموقع اللي أطلق منه العدو القذائف اللي كانت سبب في استشهاد الفريق رياض، وعمل إبادة لكل اللي كانوا في الموقع ده، واللي كان عددهم تقريبا 44 عنصر إسرائيلي، ورفع العلم المصري على المعدية بعد ما دمرها بالكامل. وأجهزة التصنت المصرية قدرت إن هي تسجل استغاثات وصرخات جنود العدو أثناء الغارة دي، فالموضوع كان حقيقي مرعب بالنسبة لهم، لدرجة إن هم اتقدموا باحتجاج لمجلس الأمن يوم 9 مارس سنة 69. الاحتجاج ده بيفيد بأن الجنود اتقتلوا بشكل وحشي وقاسي جدا. يا حرام. أثناء ما الرفاعي كان قاعد بيدرب الجنود وبيحط خطط جديدة للهجوم، العالم كله كان في حتة تاني. سنة 1970 أصوات كتير بدأت تنادي بالسلام في الوقت اللي كان إبراهيم ورجالته بيستعدوا فيه للحرب، لأنه كان شايف إن ده الحل الوحيد علشان نرجع أرضنا وكرامتنا. واللي كان حاسس بيه إبراهيم الرفاعي بيحصل فعلا، وبتبدأ الحرب مع أول ضربة جوية. وانطلقت كتيبة الصاعقة المصرية بقيادة إبراهيم، وأول حاجة عملوها إن هم دمروا مدافع أبو جاموس اللي موجودة في عيون موسى، وكمان دمروا آبار البترول اللي موجودة في منطقة بلعيم علشان العدو ما ياخدش منها أي استفادة. وبينفذوا عملية ورا عملية. في يوم 7 أكتوبر بتنجح المجموعة في الإغارة على مطار الطور، وبيدمروا كل الطيارات الموجودة هناك. العمليات اللي فضلوا يعملوها ورا بعض دي خلت العدو الإسرائيلي يرتبك ويتسمر مكانه. بس بعدها بكام يوم، وبالتحديد يوم 18 أكتوبر، بيتم تكليف المجموعة باختراق موقع العدو اللي موجود في منطقة اسمها الدفرسوار غرب القناة علشان يدمروا المعبر اللي عملوه قواتهم عشان تعدي. وبالفعل ده اللي بيحصل. وبعدها بتحصل تطورات جديدة على أساسها بيتحرك إبراهيم الرفاعي بفرقته لمنطقة اسمها نفيشة، وبيبدأ يقسم مجموعته لمجموعات أصغر، يعني كل مجموعة مطلوب منها مهمة محددة. مجموعة منهم بيبقى مطلوب منها إن هي تنصب كمين على طول الطريق من أول جسر المحسمة لحد قرية نفيشة، وأول ما مدرعات العدو بتوصل، يعني تخيل أنت هما مستنيينهم من بدري، مهمتهم فعلا بتنجح. بس النجاح ده ما كانش على كيف إبراهيم الرفاعي، يعني هو تقريبا ملوش في النجاحات الصغيرة دي، فبيأمر باقي فرقته إن هم يطاردوا العدو لحد ما يتخلصوا من القصة دي خالص. الجنود في يوم كانوا راجعين المقر، وكانوا متوقعين إن هم هياخدوا أجازة كعادتهم يعني بعد كل عملية، لكن بيتفاجئوا إن إبراهيم الرفاعي موجود في المقر وبيسلمهم أسلحة، والسلاح كله كان مضاد للدبابات. وكانت الأوامر كالتالي: إن هم ياخدوا السلاح على العربيات ويروحوا الإسماعيلية. ليه؟ علشان يدمروا الكوبري اللي عمله العدو هناك. وفعلا بيروحوا يتحركوا، بس لما وصلوا هناك اتصدموا من اللي شافوه. اللي الجنود الإسرائيليين كانوا عاملينه كان شيء بشع. كانوا الجنود المصريين وكانوا بيعدوا على جثثهم بالدبابات. الثغرة دي اللي نجوا منها وهم راجعين، أول ما شافوا المجموعة كانوا بيسألوهم هو أنتوا رايحين فين ورايحين هناك إزاي؟ بس بعدها جالهم أمر إن هم يرجعوا لمطار فايد. الجنود بدأوا يودعوا بعض لأنهم عرفوا إن الموت خلاص بقى قريب جدا ليهم. بس قبل ما يمشوا حبوا إن هم يعملوا مفاجأة لليهود. طلعوا على قواعد الصواريخ 4 من الجنود، وإبراهيم الرفاعي كان واحد منهم، وبدأوا يهاجموا على دبابات العدو. والعدو ما كانش فاهم حاجة، يعني مين الناس دي ومين القائد بتاعهم؟ إبراهيم الرفاعي كان معلق 3 أجهزة اتصال في رقبته، فلما شافوه عرفوا إن هو ده القائد، وأمروا بخروج مجموعة كاملة من المدفعية علشان تقتله. الجنود المصريين اللي كانوا فوق قواعد الصواريخ لما شافوا اللي بيحصل ده نطوا، لكن واحد منهم فضل يحاول يسحب إبراهيم الرفاعي علشان ينط معاهم، لكنه رفض تماما، وفضل يضرب العدو بسلاحه لحد ما اتصاب بشظية. فنزلوه وطلبوا إن عربية تيجي علشان تنقله،
بس في وسط الظروف دي كان صعب جدا إن هم يلاقوا حد، لكن في واحد اسمه سليم قدر إن هو يروح وياخده ويتحركوا بيه على طول. بس أكيد العدو ما قالهمش تكري يا حبايبي وسابوهم يمشوا كده عادي، لأ، طلعوا يهاجموهم برضه. الرفاعي كان بيلبس جزمة لونها مختلف عن باقي المجموعة، فالجنود المصريين لما شافوا الشخص اللي اتصاب ده لون جزمته مختلف بلغوا فوراً باللاسلكي إن الرفاعي اتصاب. الجنود الإسرائيليين لما سمعوا الخبر ده فرحتهم كانت مش طبيعية، إن أخيراً قدروا يسيبوا الشخص اللي بقاله كتير ملففهم حوالين نفسهم. الجنود بيوصلوا بالرفاعي لمستشفى الجلاب، والدكتور بيقول لهم دخلوا أبوكم. بيدخلوه العمليات لكن بيرفضوا إن هم يخرجوا، وطبعاً الدكتور مش بيسمح بحاجة زي دي، بيسمح لهم بس إن هم يودعوه. ودلوقتي هم قدامهم دقيقة واحدة علشان يشوفوا قائدهم وأبوهم لآخر مرة، والجنود ما بيقدروش يمسكوا نفسهم. واحد من الجنود دي اسمه أبو الحسن بياخد من الرفاعي مسدسه ومحفظته ومفاتيحه وبيبوس راسه وبيخرج. وبالمناسبة أبو الحسن ده هو اللي اتحكى على لسانه قصة استشهاد إبراهيم الرفاعي، البطل اللي بيموت يوم 23 رمضان. يمكن الرفاعي حياته خلصت لحد كده، لكن سيرته وتأثيره فضلوا موجودين في كل جنوده اللي كان بيعتبرهم أولاده، ولسه تأثيره موجود لحد النهاردة. وبس، ما تنسوش تقولوا لنا في الكومنتس عايزين نتكلم عن إيه الحلقة الجاية، وتعملوا لنا لايك وشير وسبسكرايب. سلام.